معلش ممكن نلف. السلام عليكم. السلام عليكم. هو ايه، هو التانك فين؟ التانك هنا، بس تانك. كده كده برضه لازم وش العربيه. لازم الف الناحيه التانيه. انا اسف. عادي ولا يهم حضرتك. ماشي. لازم نقعد نلف وننسى التانك فين، الموضوع صعب قوي. هنعمل اللي هنقول عليه النهارده بقى وايه، هنعرف التانك فين. نورت مكانك. شكرا حبيبي. فول بقى. 2 ولا 5؟ 2. ماشي، ممكن نبطل عربيه. هنعرف التانك فين. مساء الخير عليكم. زي ما شفتوا كده، حصلت معايا الحركه دي اكتر من مره بصراحه، وببقى محتار هو التانك فين. واكيد حصلت مع حضراتكم يعني مره او مرتين على الاقل. لان في معلومه مهمه جدا كانت غايبه عني، ولما عرفتها الحقيقه بقيت بالظبط بدخل على المكان المناسب. يلا نعرف ايه المعلومه دي. لايك وشير بقى للفيديو وفولو واشتراك في القناه عشان الناس كلها تستفيد من المعلومه المهمه دي. يلا بينا. دايما كان بيحصل معايا ان انا ادخل والعامل في البنزينه يقول لي لا يا فندم لو سمحت لف التانك الناحيه الثانيه، او ادخل الناحيه دي فيقول لي لا لو سمحت روح الناحيه دي، واقعد الف زي ما انتم شفتوا كده. لغايه لما عرفت معلومه مهمه جدا. المعلومه هي كالتالي: ان حضرتك وانت داخل البنزينه بتبص على مؤشر البنزين، هتلاقي الرسم بتاع ترمبه البنزين. عربيه حضرتك مش هتخرج عن نوع من الاثنين، يعني هتلاقي رسمه ترمبه البنزين زي ما هتظهر الصوره دلوقتي، هتلاقي جنبيها سهم يمين او سهم شمال. يعني هتلاقي صوره ترمبه البنزين وجنبيها سهم يمين او سهم شمال. النوع الثاني لو عربيه حضرتك ما فيهاش السهم ده، هتلاقي ان الصوره بتاعه ترمبه البنزين فيها الخرطوم والمسدس. لو لقيت الخرطوم والمسدس اتجاه اليمين يبقى على طول تعرف ان التانك بتاعك اتجاه اليمين. لو لقيت الخرطوم والمسدس في الصوره بتاعت ترمبة البنزين ناحية الشمال، تدخل على طول بمنتهى الثقة تركن وتخلي التانك ناحية الشمال. معلومة مهمة جدا كان لازم اشاركها معاكم. اللايك وشير وفولو المعلومة دي واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم بإذن الله الفيديو الجاي. مع السلامة.